تقدموا كذلك في الطب وفي الصيدلة وفي البيطرة، هذا ابن البيطار. وتقدموا في كل شيء، حتى في السوسيولوجيا، تقدموا في العمارة، هذا الاركيتكتور، وتقدموا في جميع الأشياء، حتى أن خليفة في الدولة العباسية كان هناك خليفة بعث بوزير ليستكشف الفتحة الأرضية. الأرض فيها واحد الفتحة كبيرة، وذهب ليستكشف هذه الفتحة وأتاه بملف كامل وليس. ويعني هذا بدأت العلوم بطريقة قوية، لكن هذه التراكمات لم يعمل بها المسلمون. لماذا؟ لأن كان يسيطر عليهم التيار الذي يريد الآخرة. كان يقول لهؤلاء هذه دنيا ونحن لا نريد هذه الدنيا، نحن نريد الآخرة. والعلم الحقيقي والعلم النافع هو الشرع والفقه والقرآن، وهذه الأشياء هي التي تنفع. يعني الله سيسألك عن الشرع ولا يسألك عن الطب والهندسة. هذه هي العقول المحنطة، هكذا يقولون للناس. يقولون أن هذه ابن تيمية سألوه عن الخوارزمي فقال علومه ولو أنها صحيحة فيستغنى عنها، علومه لا نحتاجها ويستغنى عنها ولا نحتاجها في شيء، فنحن نريد الآخرة. هذا الرمز، هذا ابن تيمية هو الرمز ديالهم طبعا. ننظر هذا كبير الفقهاء اللي هو ابن تيمية، يتنكر لعلماء الكون، أصحاب الرياضيات وأصحاب. والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنصلح الأرض، ولا يمكن أن نصلح الأرض بالفكر أو بالشرع. الأرض تصلح بالعلوم الكونية. يجب أن تكون لدينا مضخة نضخ بها الماء، وأن تكون لدينا حفارة نحفر بها الآبار، وأن يكون لدينا طريق نمشي معه، وأن تكون لدينا سيارة نرتاح لما نتنقل ولا نركب على حمار ولا بغل، أن تكون لدينا طائرة، وأن يكون لدينا باخرة، وأن يكون لدينا جميع الاختراعات لكي نعيش في هذه الدنيا بسلام. وحتى التقنيات الفلاحية، وأن يكون لدينا جرار، وأن يكون لدينا آلة الحصاد بالنسبة للفلاحة، ويكون عندنا حتى آلات تستخرج زيت الزيتون من الزيتون، ويكون عندنا حتى بالنسبة لعلم الفضاء. لما لا نرقى إلى الساتلايت، ولما لا نعمل بالديجيتال ونستريح مثل هذا الجوال اللي بين أيديك. هذا من اختراع المسلمين، لكن صنعه الصليبيون. لماذا؟ لأن هذه الكتب بقيت في الأندلس قبل أن يمروا إلى التطبيق، بقيت هكذا، وركن الناس إلى الدنيا، ركنوا إلى الدنيا هكذا تمتعون، الطرب الغرناطي والجاريات والنساء. وعلماء الفقهاء أغلقوا باب الاجتهاد، ممنوع تتكلم في الفقه. ثم في الأخير كانت الكارثة أن المسلمون لم تكن لديهم هذه الأسباب القوة التي أنزلها الله في القرآن، لم يستغلوها. فبقوا بأننا نريد الآخرة ونترك لهم الدنيا، فتركوا لهم الدنيا. فهجم عليهم الصليبيون وخرجوا بثياب بيضاء كالنساء، خرجوا لابسين الابيض من اللي هجموا عليهم الصليبيون في الأندلس. لبسوا، كاين هذاك الشاعر اللي قال لي لبسوا الحديد ولبستم الأبيض، هما جايين لابسين الحديد والمسلمين خارجين لابسين الابيض، وخرجوا لهم النساء. انظر الذل اللي وصلت ليه هذه الدولة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بأسباب القوة التي أنزلها الله في القرآن، ولم يأخذوا بالعلوم الكونية، خاضوا بالفقه، ولذلك سقطت الأندلس. لو كانوا أخذوا بالرياضيات والفيزياء لكانوا اخترعوا القنبلة، وكانوا اخترعوا السلاح، وكان الإسلام وصل إلى القطب الشمالي.